تخيل لو ليك دين عند حد 100,000 جنيه. انا بقول لك تخيل، ما تتخضش. وقت السداد الراجل جه قال لك ال 100,000 جنيه اللي انا مدينك بيهم ولا يهمك، اعتبرهم اتسدوا. بالله عليك تعمل ايه مع الراجل ده؟ ده جميل اشيله فوق راسي، وما رفضش الراجل ده طلب، ولو احتاج مني اي حاجه يلاقيني موجود على طول. استنى بس، مش بس كده، قال لك ال 100,000 جنيه اللي انا كنت مدينك بيهم وجيت اطلبهم منك، اللي انا سبتهم لك من شويه دول، فاكرهم؟ خد زيهم اهم، ومش سلفه، مش محتاجهم. طب هو فين ده؟ بس دلني عليه. ربنا عز وجل بيعامل العبد المؤمن كده، لانه عز وجل كتب على نفسه الرحمه. ربنا عز وجل غفور رحيم، بيحب العفو والصفح والمغفره والرحمه. فسيئاتك الكتير اللي انت شايلها فوق ظهرك، لو ربنا وجد الصدق منك في التوبه يمحوها عنك، يمحوها بس لا، يبدلها لك كمان حسنات. وده طبعا بيحصل بكام شرط. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله الها اخر. مفيش شرك بالله، لان الشرك اظلم الظلم. ربنا يبقى خلقك وسواك وبيرزقك وبيشفيك وتروح تعبد غيره، او تشرك مع ربنا شمس او حجر او انسان. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. طب واللي يعمل الثلاثه دول: ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا. طب واللي تاب يا رب، ربنا هنا بيستثني: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليه يبدل سيئاتهم حسنات؟ مش يمحوها بس. وكان الله غفورا رحيما، لانه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. سيدنا ابو هريره بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لما قضى الله الخلق كتب فوق عرشه: ان رحمتي سبقت غضبي. وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، برحمتك. فمستني ايه عشان ترجع وتتوب؟ وكل ابواب الرحمه دي متفتحه لك، كل المغفره والصفح ده من ربنا ليك. خايف وبتقنط وبتيأس وشايل هم ذنوبك وخايف ترجع وفاكر ان ربنا مش هيغفر لك، وانت عبد الرحمن الرحيم الغفور الودود. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. فارجع وتوب دلوقتي وما تسوفش وتستنى بكره. وبشرى ليك بما انك نويت انك ترجع وتتوب لربنا عز وجل وطمعان في كرمه انه يمحو السيئات ويبدلها حسنات، فلازم تعرف ان الملائكه بتدعو للتائبين. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به الملائكه ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فاللهم اصلحنا واصلح بنا واجعل لنا النصيب الاوفر من دعاء الملائكه، وتب علينا حتى نتوب.